اول شيء كنا نعرف من ايام عهد الاستاذ احمد عيد كانت القضايا الناس النصر اسوأ نادي عليه فضايح، فضحنا في الفيفا، الاهلي فضحنا في الفيفا، الاتحاد فضحنا في الفيفا. بعد ما اعلن رئيس الهيئه اصبح نادي الهلال اكثر نادي رفع فيه قضايا في الفيفا وفي الكاس. كيف؟ في رجب 1438 جاء خطاب من الفيفا لنادي الهلال ان عليه 25 قضيه يجب ان يسددها او تتراكم عليه وتصير يدفع 5%. وسددها نادي الهلال، هذه 25 قضيه. سددها. اي لا اقصد احنا نتكلم عن القضايا اللي طبعا لا القضايا واجد. لا انا بتكلم انه القضايا الله يوفق آل الشيخ اللي صار عندنا انفتاح. الهلال عليه 28 قضيه، 28 قضيه، اعلى نادي في السعوديه رفعت عليه قضايا، 3 قضايا في الكاس. وش المصدر؟ المصدر نادي الهلال. شلون؟ اعلن 25 البيان. الان سامي الجابر اعلن قضيتين، الميدا وش اسمه بنتلي. في ايام احمد عيد استلف انقذ الاتحاد السعودي الهلال ب6 مليون، انقذ فيه لاعب كان عليه ايقاف. نادي الاتحاد اقل نادي عليه مديونياته بالفيفا، 13 قضيه هي تتداول، 13 قضيه على نادي الهلال. اقل من الانديه كلها، اقل من النصر والهلال. شلون؟ ما انا بقول لك اللي في الكاس الان قضايا الاتحاد ليش؟ القضايا اللي في الكاس قل لا اله الا الله. انا اتكلمك على القضايا اللي تتداول الهلال الاتحاد ليش؟ كل شوي وسلي تقدر تسحب لنا، تقدر في موقع يصير فيه القضايا المنظوره. انا بقول لك نادي النصر، انا بقول لك عن نادي النصر. نادي النصر عليه 14 قضيه، تمام؟ سدد 6 قضايا اغلقها. قضيه لا كم قيمتهم؟ قيمتهم 55 مليون كل التوتل. والاتحاد سدد الاتحاد فوق 80 70 مليون. طبعا الاتحاد ليش السبب؟ لان التاخير تزيد النسبه. تمام؟ لانه مع الاحترامي كانوا زمان يعني الاقل في القضايا بس الاكثر ماليا. ليش؟ لان عليه نسبه. الهلال الاكثر قضايا ولكن اقل نسبه لان الهلال اللي دفعوا شو اسمه للقضايا حقته 77 مليون، منها 14 مليون 6 مليون من اتحاد القدم و8 مليون من الهيئة. النصر عليه 8 قضايا. اوكي، القضايا اللي لازم يسددها الآن هرناني ويلتون وباستيوس اوكي وفابيان، هذه 21 مليون لازم يسددها الهلال النصر، 21 مليون. عليه قضية لا زالت كنفارو وإيفرتون وإيفان. اوكي، اللي عليه القضايا الموجودة في الفيفا إجماليها تتكلم على تقريبا 55 مليون ريال. أوكي. أكثر شيء اللي مؤرق لو صدر القرار حق كنفارو 10 مليون. الهلال 8 مليون. الهلال التوتال حقه اللي دفعها اوكي، هذا اجل معناته يبغى لك ترجع للقضايا السابقة. لا اتكلم على الموسمين اللي راحت في عهد احمد عيد وفي عهد الاتحاد بعد ما تم انتخابات. تكلم عن الانتخابات يا اخي. الامير فيصل بن تركي سدد مبالغ كبيره. دقيقه انا بقول لك وش سدد فيصل 6 قضايا. النصر التوتال 14 قضيه. سدد الامير فيصل ايوفي، سدد كنيدا، سدد ماتورانا، سدد مساعد ماتورانا اللي هو اخوان ازفالدو، سدد مساعد كنيدا جورج الكان، وسدد الاداره الحاليه سددت كريني. كم اجماليها هذه؟ الاجمالي حقها والله ما ادري لان القديمه حقتها. بالضبط، يعني اضافه على ال 55 الان اضافه على ال 55 مليون الحاليه. غير ال 55. طيب هذا هو لا انا اتكلم عن وبعدين هذه الحقائق بصراحه. الان معناته الجمهور المفروض يقول فيصل بن تركي فعلا شكرا.